مساء الخير او صباح الخير حين وصول الفيديو ليكم حبايبي. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده انا عايزه اقول لكم ان انا اشتريت حاجات تقضيكي 15 يوم، تفطري وتتغدي وتتعشي منها. تمام، الحاجه دي تمنها حوالي 1007. ده غير ان انا جبت دول 1007 برا كيلو عدس وكيلو بصارة ونص عدس بجبة وكيلو عدس اصفر وكيلو عدس اصفر ونص كيلو عدس بجبة وكيلو بصارة، عشان نعمله برضو بيهم ايه وجبات في وسط الاسابيع، في وسط الاربع اسابيع بتوع الشهر. يعني الحاجة كده بحوالي 107، ممكن تكفيكي 15 يوم. ممكن تظبطي حالك مع البصارة والعدس تكفيكي شهر. عايزة اقولك ان شاء الله الفيديو ده هتستفادي منه وهيكون شيق ليكي وممتع، وان شاء الله تاخدي منه فكرة واتنين وعشرة حلوين. اول حاجة انا بتجيب الاساسيات بتاعت التلاجة. الاساسيات التلاجة ايه؟ خيار، فول اخضر، طماطم، كمان جبت سفنجي، وجبت بطاطا. دول ايه ممكن احل بيهم كده كم مرتين 3 في الشهر. تمام. هنا بقى انا بقى ابتديت ان انا اخد الخضار واحطه في الارض، ومسحت السبات اللي هو اللي بنحط فيها تحت التلاجة دي، بنحط فيها الخضار والحاجة. مسحتهم وابتديت ان انا بقى ايه ارص واحدة واحدة كده. طماطم في سبت، والخيار في سبت، طبعا كده الطماطم بصي بنمسحها بالواحدة عشان لو فيها عرق حاجة ما تعفنش في التلاجة. فانتي بتمسكي في اوضه المطبخ وتمسحي كده حاجه حاجه عشان تقدري ان انتي اوعي ترمي حاجه، يعني تكوني واعيه ومصحصحه كده لبيتك وللخساره وللمصروف بتاعك. ولازم ان شاء الله لو هو مصروفك في الشهر 1000 جنيه ممكن تقدري تمشي بيهم، 2000 تقدري تمشي بيهم، اكتر تستثمري منهم. فهنا انا اعلمك ازاي ان انتي تعرفي ان توفري وتدبري وتجيبي ايه المهم وايه اللي مش مهم. طبعا التوم ده اساسي في البيت، التوم والبصل. انا عندي بصل جبت ايه 2 كيلو توم. تمام. وجبت 3 كيلو سفنج، وجبت كيلو فول اخضر، وجبت بطاطا 3 كيلو. تمام. برضو تيجي كده في نص الاسبوع حاجة تعملي ايه وجبة بطاطا العيال يحلوا بيها وايه وتسندهم. وممكن السفنجي يعني كل غدوة كده كل واحد ياخد واحدة. احنا مثلا 4 انفار، 4 انفار. بالنسبة للأكل ده حلو قوي، هتقدري تمشي بيهم حالك. وخصوصا لو كانت الأنفار يعني بتاعتك مش كبار قوي، وحتى لو كبار تقدري برضو تمشي حالك. فانتي هنا انا ما عبيت كده الطماطم والسفنجي والخيار والعيال بيساعدوني اهو. بصي حتى السفنجي لو في واحدة عرقانة ولا حاجة مسحتها بفوط المطبخ برضو.
وادي الخيار برضو. امسح الزبد اللي هتحطي فيه. هو نضاف في التلاجة، بس ايه يعني برضو ما بيخلوش من حاجة فيها. فانتي بتمسحي بفوطة المطبخ، وتبتدي فوطة الرخام، يعني بتمسحي بيها الرخام وتبتدي ترصي. هنا بقى انا جبت 10 وراك يا بنات. ال10 وراك كل وركين في كيس متقطعين 4 قطع، بحيث ان ايه الوجبة على 4 تنفار. كل نص ورك، كل واحد نص ورك، ونطبخه خضار ورز ونبله رق عيالنا. وجبة الفراخ دي انا عملتها ايه في نص الاسبوع نعملها 5 وجبات فراخ على مدار الشهر، كل اسبوع وجبة حلوة. تمام. 4 قطع فراخ، وتحملي عليهم مثلا كيس ملوخية، كيس بامية، شوية بطاطس، رشة تومة، وتتغدوا. جبت نص كيلو جبنة بيضة، و... وجبت 20 بيضة، و دي نص كيلو جبنة بيضة، وجبت كيلو لبن، واللبن العادي اللي بيتغلى على النار ويقعد بالشهر لو انت عايزة. ودول بقى انا حطيتهم كده في التلاجة، وهنتضير بقى نشوف الحاجات المشتريات التانية نظبطها برضو. هنا عندي شوية بيض من الأول، وجبت عليهم 20 بيضة بنات، ودول نص كيلو جبنة بيضة عبيته في علبته. وده خيار. الجبنة ممكن تتاكل مع الخيار مع الفول الأخضر براحتك. كيس لبن جهينة، وحتى جبت كمان علبة فول زي ما انت شايفة. ودي يعني لو حد كده نفسه ياكل حاجة تسنده بالليل ولا حاجة، ممكن شوية فول. هنا بقى السفنجي عبيته وحطيته على اساس ايه نسحبه منه كده، يعني كل حاجة بقى بالعقل عشان الدنيا والظروف صعبة. هنا بقى دي حاجات اللي نعمل منها كفتة، بهارات للكفتة، كريمة للخفض، مش عارفة ايه، شوية حاجات كده برضو. تقدري تعملي جلاش بال بالمهلبية، وتعملي حاجات حلويات يعني. عندي دقيق ذرة، وعندي دقيق عادي، ممكن نعمل كيكة مع عندنا البيت. فاهميني؟ ف صدقيني الطريقة دي بتجيب الخير في البيت، وفي الوقت نفسه بيبقى بيتك ايه مستور. إيه هنا بقى انا ال20 بيضة هرصهم هنا في اللبانة، وعندي شوية من الاول اللي انتوا شفتوهم معايا. ودلوقتي نرص البيض في اللبانة عشان ما تاخدش مساحة. ما ينفعش احط حاجة ايه عريضة كده بتاخد ايه في الرف في مكان كبير. فاهمني؟ فانا قلت ايه احطهم في اللبانة دي احسن. عندي اللبانة كده خامتها مش حلوة قوي، فقلت استخدمها في البيت. جرانيت بس ضعيف جدا. رصيت البيضة اهو ال20 بيضة،
الله يبارك، يعني بركة كبيرة في البيت. وصدقيني من الفكرة مش هتزعلك ولا هتلاقيها تبسطك، واكتر من انها تزعلك، لا مش هتزعلك ابدا ان شاء الله. هتتبسطي معايا وهتحسي ان الفكرة دي مظبوطة. فنص كيلو جبنة كده تحطيه في علبته وتخليه. اللبن اهو غليته، وبرضو ايه هحطه في التلاجة. اللي عايز كوباية شاي بلبن نعمله، اللي عايز مثلا كوباية كاكاو اعمله منها. ف يعني كده انت ملمة بيتك، ولما كل ايه يعني مفيش بعطرة. وكده جينا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم ما تنسونوش في الشير واللايك وسبسكرايب، واقول لكم اترككم في حفظ الله ورعايته. كده هتغدى. باي باي. باي باي.